لا 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 لا، زغرتوا لي يا اخواتي من قلبكم وافرحوا لي وهنوني. الحمد لله، ربنا نفخ في صورتي. وقعدت اقاوم كده مع نفسي كتير واقول لا يا بت لا، ارجعي تاني كده لكامل نشاطك وكامل حيويتك، وقومي وظبطي الدنيا، ما تسيبهاش كده ابدا. عارفه لما كانت بتقولك لا، انا قلت ما تتقفلش كده، تتقفل كبيره. فانا عملت زيها بالظبط، قلت معقول هتمشي من غير ما تهدي حيلك؟ لا، ده انت كنت بتبقي حامل وبطنك قدامك قد كده، وكنت بتيجي تسيبيها وتمشي، كنت بتروحي تلاقي الكام يوم دول من اللي بتعمليه في الشقه والفرق اللي بتفركيه. فالمهم يا اخواتي، هترجع ريما لعادتها القديمه، ونرجع لاشهر روتين، اكتر روتين اتشهرت بيه والحمد لله ناس كتير اعتمدته وبقوا يطبقوه في حياتهم. وقد ايه يعني بصي، انت بتحسي براحه مش طبيعيه اصلا. المهم، خلينا في البداية كده نقول مسا مسا على الناس النشيطة الكويسة. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا. فعاوزاك يا ست الكل يا قمر، انتي تحطي اللايك الجميل بتاعك، ما تبقيش بخلانه كده يعني، صلي على النبي. ايوه، عشان ناخد كلنا حسنات. وما تبخليش ان انتي تكتبيها في التعليقات، لعل وعسى حد يقراها فتاخدي حسنات انتي كمان، وهو كمان ياخد حسنات، وهكذا بقى. وشيري الفيديو لو انت جديدة، اشتركي في القناة وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي، اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئة الله هقدمه معاكي الفترة الجاية. طبعا انت دلوقتي اكيد في بالك بتقولي يا ست انت بتضحكي علينا، وانت بتعملي اكل ولا ماشيه ولا بتعملي ايه بالظبط؟ انا هفهمك بس ما تستعجليش، انت مستعجله على رزقك ليه؟ المهم يا اخواتي، يعني حابة ان انا افكركم بلينك التيك توك بتاعي، هتلاقوه في اول كومنت مثبت، اللي حابب يتابعني هناك، وان شاء الله انزل فيديوهات لذيذة تعجبكم. دخلت على المطبخ، واول حاجة عملتها بدأت امسك طبق الكبدة اللي نزلناه ده. طبعا انا كنت قاعدة عمالة افكر، يعني هي بقى انت عايزة ايه من نفسك؟ يعني خدي الطاقة كده ورجعي لحيويتك ولازم ان انا اعمل كده، لازم اسيبها، ما انا مش هفضل على وضعي ده، لازم اجازف. يا بنت الجو ساقعة كني بلاش. بصوا بقى، دماغ قعدت تودي وتجيب، والله العظيم يا اخواتي ومالكوا عليا حلفين ان انا قعدت حبة حلوين افكر، ها هتاخدي الهم ولا هتكسلي؟ ها هتمشي ولا قاعدة؟ المهم في تلك الحالات، ابو عمر قبل ما ينزل يروح الشغل، انا ما كنتش لسه مخططه ولا مرتبه انا عايزه اعمل ايه. فكنت مطلعه اكل عشان هجهز اكل عادي اللي هو يوم طبيعي. بعديها بقى، لما خلاص قررت ان انا همشي، طبعا انا طلعت الاكل مش هينفع ادخله تاني التلاجة، وقلت بقى ايه، يا بنت تعملي حسابك برضو عشان لو غبتي بره البيت وابو عمر هيجي يبات في البيت، يبقى اكل على التسخين يعني. او لو احنا جايين في وقت متاخر قوي، تبقى في حاجه سريعه، يعني مثلا لو انا اكلت بره وهو لسه ما اكلش، يبقى في حاجه على التسخين على طول. فكان عندي بقى طبق الكبده اللي يستاهل بقكم ده، دي كبده بلدي بالمناسبه، انا عارفه ان انتوا هتضحكوا عليا عشان غسلتها، بس معلش يعني اعذروا جهلي، انا ما بعرفش اعمل الكبده ولا اللحمه من غير ما تتغسل. انا مش بغسلها غسل يعني، هي شطفه سريعه كده، ودعكتها كمان بليمونه، عصره ليمونه، وبرضو غلفتها بيها كده، ورحت مديها شطفه تاني سريعه، وبدات ان انا اصفيها، وبعدين اشتغلنا فيها زي ما انتوا شفتوا. طاسه على النار، وحطيت شويه زيت، ونزلت بالكبده، واديتها تشويحه مع التوابل، ملح، فلفل اسمر، كمون، وشويه بابريكا. طبعا البابريكا مش ضروريه خالص في الكبده، ولكن يعني انا بحب الصراحه احطها. ممكن كمان احط شطة، بس انا كده كده لما اجي اقدمها هحط فيها فلافل، فمش هحط فيها شطة تاني يعني دلوقتي. المهم يا اخواتي، بعد ما خلصت طبعا قاعدة بلف حوالين نفسي الضروري اللي محتاج يتعمل، وبحاول ان انا الم دنيتي كده والم الاساسيات بتاعتي. طيب بصوا بقى، انا في حاجات ممكن اشوفها بشكل يومي، واحس ان خلاص انا عيني اخدت على المنظر ده وخلاص، ولكن لما بخرج بره البيت وبرجع مهما كان وقت بسيط، بحس ان الدنيا متكركبة فوق دماغي. فعشان كده احنا متعودين مع بعض من زمان، ماشي، من اول الجواز. انا ما كنتش بعمل كده على فكرة قبل ما اتجوز، ودي حاجة ما تعبنيش خالص. الواحد كل مدى بيكون في الاحسن، وبيعرف اولوياته، وبيحاول ان هو يبقى ليه حاجات معينة بيعملها متميز بيها. مش شرط تكوني يعني كنت بتعملي كده في بيت اهلك، لا على فكرة مش شرط خالص. بس فبتفرق في حياتك كتير، لان وانت في بيت العيلة
انا ما قلتلكوش احنا هنعمل ايه الاول، صح؟ بس ما علينا. المهم يعني وانت في بيت العيله بتلاقي اللي يشيل وراكي، انما وانت متجوزه ما بتلاقيش. فعشان الفلحوسه اللي هتطلع تقول لي وانت يا اختي كنت متعوده قبل ما تيجي وتمشي يعني تخرجي في بيت باباكي كنت بتنضفي وترتبي لا طبعا، لا طبعا، لان في بيت العيله الرجل كتير. انتي بتحطي حاجه مكانها بتلاقي اللي جه يحركها من مكانها، ما بتعرفيش اصلا مين اللي نقل الحاجه. انما وانتي في بيتك انتي اللي يعني كل حاجه فوق دماغك، مش هتلاقي حد اصلا بيلم وراكي. فهمتوا الفكرة؟ فده يا بنات روتين ال10 دقايق او الربع ساعة او حسب وقتك ما يسمح. والله العظيم يعني بصي وانا بكلمك بقى وبحلف لك على ضمانتي، على ضمانتي اعمليه. وبعد كده انت هتحسي براحة نفسية مش طبيعية لما تدخلي من باب البيت. يعني مثلا انت خرجتي وقعدتي بره البيت كام يوم ورجعتي ولقيتي الدنيا نوعا ما مهندمة، كل حاجة مكانها، الدنيا مش مهرجلة مهما كانت مش نظيفة. يعني مثلا ما تلاقيش الحاجات مترمية في الأرض وتسيبيها وتمشي، ما تلاقيش الخدديات بتاعة الأنتريه أو بتاعة الركنة كل مخدة في حتة وتسيبي يعني الوضع ده كده وتمشي. مش هتخسي النص لو شلتي الحاجة ورتبتيها مكانها ومشيتي. يعني فاهمة الفكرة؟ فانتي شوفي بقى عندك شوية مواعين في الحوض اغسليهم زي حالاتي كده، شهيصي النفسية وظبطي حالك كده. بطانية مفروضة طبقيها، بساقط بتاعة البيت كله يتلم. اي حاجة موجودة على الرخامة محتاجة تترص مكانها رصيها قبل ما تمشي. عارفة لما تدخلي يعني انت خلاص خرجتي وجيتي وكده، حتى لو خروجه مثلا هتقضي اليوم كله بره والوقت سرقك يا اختي، ومثلا ما تعشيتيش بره ورجعتي ومحتاجه تقفي في المطبخ تعملي الاكل ومزنوقه في الوقت، لما ترجعي وتلاقي حوضك نضيف ومطبخك زي الفل وكل حاجه مرتبه مكانها وجاهزه على الاستخدام، ولا لو رجعتي من بره لقيتي الاكل ناشف في الاطباق وريحه الاكل مش حلوه ولما حشرات والدنيا عندك مش تمام، انتي تفضلي تكوني اني شخص فيهم؟ يعني اللي نظفت بيتها قبل ما تمشي ولا اللي سايبه بيتها فوق وتحتيه؟ اكيد طبعا ما فيش حد فينا يعني ما بيحبش النظافه. المهم يا اخواتي ما علينا ان ده روتين الانجاز كده، او زي ما بتقولي روتين الراحة النفسية او الشهيصة. تشهيصي حالك قبل ما تمشي عشان توفري على نفسك مجهود لما تيجي. خلاص كده انا كنت غسلت مواعيني وظبطت الدنيا وشطبت الحوض وخليته زي الفل، وحاولت ان انا ارتب الدنيا على قد ما اقدر. طبعا فضيت الرخامات ورصيت الادويه مكانها. كان عندي يا بنات في شنط الادويه سرنجات وحاجات زي كده، بعد ما قعدت افكر وقلت دول ضروريين عشان خاطر لولي وغسيل الانف والحاجات دي، رجعت تاني في كلامي وقلت لا يا بت تخلصي منهم، لان مفيش حاجه مضمونه، انا ممكن انسى ولا اسهى عن اولادي ويجوا يلعبوا في الستاند اللي انا حطيت فيه الادويه ده ويأذوا نفسهم لا قدر الله. فقلت لا مش مشكله، يعني ايه نبقى نجيب غيرهم، نشتري غيرهم، يعني احسن ما ايه حد يعني حد من الاولاد يجرى له حاجه. فانا الصراحه عندي يعني انا بعاني من زمان في الموضوع بتاع الادويه ده. دايما دايما يا اخواتي صيف شتا تلاقيهم مترصصين عندي على الرخامه، وانا من الناس اللي نسيه، يعني لو العلاج مش قدام عيني بنسى ان انا اديه لاولادي. فالمهم ان انا لميت الدنيا على قد ما قدرت. طبعا الحاجات دي ضروريه ان هي تفضل موجوده، مش عارف ان انا عينها. عندي برطمان مخلل، استند التوابل، الرشاقه بتاعت السكاكين والمعالق، بصوا باخدكم جوله سريعه، مناديل، كتل، في حاجات مش هعرف اشيلها فسبتها بقى كده زي ما هي. ودي الرخامه اليمه التانية بقت فاضيه عندي. ده عيش كده مش هينفع احطه في اي ظرف، عشان انتوا عارفين ان انا بعاني من الفترة دي جامد جدا من حوار الصوص ده، حتى واحنا في عز الشتا كده. المهم يا اخواتي خلاص يعني خلصنا واخدتكم جولة سريعة. وطبعا كل ده الاكل على النار انا مش ناسياه، انا مهديه عليه النار خالص لان انا سبتها تستوي على ميتها. انا نسيت اقول لكم ان انا ما حطيتلهاش اي ميه خالص. بعد كده دخلنا على الغرفة، بدأت ألم اللعب اللي يعني هما بيصعب عليهم حرفيا يسيبوها ملمومة. بصوا انا لسه شايله المسدس هي راحت جابته. قولوا لي ليه؟ يعني حد يقول لي ليه بيحبوا الحاجه مبعتره في الارض؟ على فكره عموري كان كده برضه، يعني هو مش كان، هو مازال لو اللعب قدامه يعني مش قدامه ومتعانه في الدرج ومثلا فتح بالصدفه لقى لعبه وحشيه او حاجه، حتى لو هو مش هيلعب بباقي اللعب لازم يبعترها في كل حته. وعايزه اقول لكم ان انا ما بسيبش اللعب قدامهم كده او كميتها كبيره، لا انا باخدها في ضمن الغرف اللي هي مقفوله بالمفتاح دي، وبلم اغلبيه اللعب فيها وبسيب لهم كام لعبه بس كده اللي هم مرتبطين بيهم.
ولكن هُم بقى يعني ربنا يحميهم بيبقوا في رجلي وأنا داخلة أنشّر أو حاجة، بالاقيهم يعني كل واحد كده شال له شوية لعب حلوين وخرج بيهم برّه، وبيعزّقوا لي بيهم الشقة بقى، يعني في الreception تلاقي شوية، في الغرفة هنا حبّة، في المطبخ ده اللي بُصّوا أنا بامشي حرفيًا بادوس على الألعاب، يعني هي غالبًا هي ما بقتش ألعاب، هي بقت شِبه بلاستيك مكسّر، من كتر ما الحاجة بتتهرس تحت رجلينا وتتكسّر وهُم بيحدّفوها وكده. المهم أخدت بقى الست لولي وغيّرت لها، وبعد ما غيّرت لها خلاص كده لبّسناها وكل حاجة تمام، دخلت بعد كده على الحمام، زي ما اتفقنا إن إحنا بنلِم دنيتنا على السريع، إحنا مش بنعمل تنضيفات عميقة، يعني بتشوفي إيه أكتر حاجة متبهدلة في البيت ومحتاجة إن هي تتنضف وبتنضفيها. أنا طبعًا عندي الحوض بتاع الحمام، فبدأت إن أنا أدخل كده وألبس بقى الجلافز في إيدي عشان إيديّا طبعًا متبهدلة خالص ومش هاستحمل إن أنا أحط إيدي في أريال وكلور وأنا يعني أتعامل طبيعي كده زي الأول، لأ إيديّا الشتا دي متبهدلة جدًا، الإكزيما زايدة خالص في إيدي ومش عارفة أعمل إيه، يعني أنا باحاول إن أنا أرطّب إيدي كتير على قد ما أقدر بس برضه ما فيش فايدة، باحس إن هي بتتفتح لوحدها. المهم يا بنات حطيت شوية كلور كده صغيرين وبدأت الرف ده أو الstand اللي انتوا شايفينه ده أغسله كويس خالص. أنا الصراحة منفضة له بقالي حبة حلوين، غسلت المراية وبعدين الصبانة بقى طول ما هي فيها بقايا الصابون بتبوش أي صابونة جديدة تتحط فيها على طول، بس الصراحة بتنفعني أقول لكم ليه. عارفين يا بنات الصبانات دي اللي هي مش عارفة نوعها سيراميك والّا نوعها إيه، بُصّوا كل شوية أصلًا تزحلق الصابونة وتنزّلها في الحوض، فطول ما هي في بقايا قديمة ولو البقايا دي كمان ناشفة هي بُصّي زي ما هي ليها إيجابياتها ليها سلبياتها، زي البقايا دي بتخلّي الصابونة تفضل ثابتة معاكِ في الصبانة ما تقعش كل شوية، لمّا بيتراكم كده بيبقوا بقايا كتير يعني بقايا الصابون عامةً. لمّا بقى بيبقى البقايا دي نفسها مبلولة بتبوّش الصابونة بسهولة، صح؟ أنتم بتلاحظوا الموضوع ده والّا لأ؟ ما علينا، يعني المهم إن هو في تلك الحالات كانت لازم إن هي تتنضّف، فنضّفتها كويس، وبعد كده دخلت بقى على الحوض وباحاول إن أنا برضه مطرح إيد الأولاد وكده لو واكلين أو حاجة وطالعين على الكرسي عشان يغسلوا إيديهم، بيبقى بيمسكوا في الحتة اللي تحت دي، فبرضه غسلتها وضبّطت الدنيا كده يا بنات. وبعدين هنشطف كل الكلام الجميل ده مع بعض. هاعمل حاجة تاني لغاية الآن لأ، بس طبعًا مش ده بس اللي أنا عملته في اليوم اللي أنا ماشية فيه، لأ في حاجات تانية عملتها إن شاء الله تبقوا تشوفوها معايا ونجهّز الشنط مع بعض، وادعوا لي إن ربنا يهدّي سري كده ربنا يريّح بالي. وبس والله يا اخواتي يعني مش حابة اطول عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، انا الصراحة مهدود حيلي محتاجة ارتاح شهر، محدش يقولي قومي شيلي ورقة من مكانها ولا قومي شوفي ابنك ولا بنتك عملوا ايه ولا الكلام ده خالص. وطبعا احلام اليقظة يا اخواتي المهم رجعنا كل حاجة مكانها. وبس والله يا اخواتي وصلنا مع بعض لاخر الفيديو، متنسونيش بدعوات حلوة من القلب ولايكات كتير ومع